الولد قام بدهان إشارة الشارع باللون الأحمر سراً، فظن سائق القطار أن هناك عطلاً في الطريق وتوقف فوراً. كان الولد يريد فقط أن يستقل القطار مجاناً، لكن الحراس الذين كانوا يقومون بدورية اكتشفوا أمره قبل أن يتمكن من الصعود، ولكي لا يقبض عليه اختبأ تحت القطار. وفي تلك اللحظة تحديداً بدأ القطار في التحرك. حاول الولد بسرعة الخروج من تحت القطار بينما كان الحراس لا يزالون يلاحقونه. فكر في حيلة ذكية وبدأ بتشغيل السير الناقل، وفي النهاية سقط داخل صندوق الشحن. كان القطار يشق طريقه بين الجبال والبحيرات، وهكذا بدأت أول رحلة طويلة في حياة سبايدي. وصل القطار إلى المحطة التالية وسط مناظر طبيعية خلابة من الغرب، وكان الحراس في انتظاره منذ فترة، وبدأوا بتفتيش دقيق بحثاً عن أثر لسبايدي، لكنه كان دائماً ينجو من الخطر في اللحظات الحرجة. عندما سمع أحد الحراس صوتاً صادراً من العربة السكنية، بدأ ينظر من خلال النافذة ليرى ما بداخلها. شعر أن هناك شيئاً غير طبيعي، لكنه لم يجد ما يثير الشك. حدق بعينيه محاولاً اكتشاف أي خطأ، لكن سبايدي كان واقفاً دون حراك، وكأنه إعلان حقيقي على لوحة إعلانات. إلا أن أنفه كان على وشك أن يسيل، وكاد أن يكشف أمره. وفي اللحظة الحرجة دوى صفير القطار، فلم يعد لدى الحارس وقت للمزيد من المراقبة، واضطر للانصراف.